بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في صفحة أطباق الأمان. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الربيع وشم النسيم. البيض الملون ده انا لونته، انا وريته لكم في صفحتي قبل كده، نزلته. دي الوان طبيعية على فكرة، يعني مفيش منها ضرر. دلوقتي انا هعمل ضفيرة. في واحدة عملتها اهي، هعمل كمان واحدة. انا بعمل العجينة اهي، عجناها وهنزل لكم الطريقة في صفحتي. دي العجينة، وبعد ما خمرت بغطيها، نحاول نخلي الثلاثة قد بعض. العجينة دي لما تخش الفرن كمان هتزيد، هتتضاعف. هنبتدي بقى نشتغل. طيب انا هبتدي اضفر كده. في هنا كمان معايا واحدة ثالثة. الضفيرة دي 3، اما الضفيرة التانية اللي هي في الصينية دي 2 بس. هنبتدي كده سهلة. واحدة كده، كمان واحدة كده، زي الضفيرة العادية اللي احنا بندخل فيها الشعر. هقفلها كده، انا قفلتها كده، دي اتضفرت اهي. ممكن انا اخليها زي ما هي كده، وممكن اروح ايه ادورها. انا هدورها في الصينية كده اهو. انا كده دورتها في الصينية، واحط فيها البيض. البيض اللي انا لونته ده في الاول كان مسلوق، ده مش انا لونته بس كده عشان يتاكل، اما ده ني. اللي بحطه بالفرن ني، ما بسلقوش، هو بيستوي في الفرن. بغريزها جامد عشان ما تطلعش واحده. وممكن تحطوا بيض مش ملون لو حابين. انا حاطه فطاير بالفرن، نحط كمان واحده هنا. الزنقه ندهنها. اللي حابب يكتر بيض فيها، بس هي مش محتاجه بيض كتير. الفطيره دي تقريبا لنفرين او نفر. ده صفار البيض بدهنه. العجينه دي مقاديرها سهله، عباره عن حليب وبيض ودقيق. هي تقريبا كيلو دقيق و8 بيضات ونص كوبايه حليب وميه دافيه وملح وسكر. هنزل لكم المقادير في صفحتي. في بقى ممكن اعمل شكل تاني، القوالب الكب كيك او قوالب الجيلي كده، بدهنها بالبيض واروح عامله لها الشكل كده، وهنزلها فيها كده بالشكل ده. هتبقى سهله جدا، هتطلع زي العيش الكايزر. وادهنها، وممكن احط فيها البيضه بعد ما ادهنها. حابين تحطوا البيضه ممكن، مش حابين احنا ممكن نحط لكم البيضه مش متلونه، اللي يحب البيض مش متلون. وبعد كده انا ارش حسب الرغبه، ده حبه البركه او السمسم زي ما انتوا حابين. دي برضو مش حبه البركه. وممكن ارش ورق زعتر ناشف، ده ورق زعتر بيدي منظر حلو. وممكن ترشوا سكر خشن، يعني برضو بيبقى منظره حلو، او سمسم. انا في ثواني بالفرن هطلعها اوريكم الاشكال اللي اتعملت. دي قوالب كب كيك، ولسه في بس مستواش برضو شويه هيستوي. ده شكل ارنب لسه هيكمل سوا. برضو شكله سهل، او هعمل لكم دلوقتي واحد زيه، بس خليه يكمل سوا بالفرن. دي قوالب الكيك سهله طريقتها، الكب كيك. انا هعمل لكم شكل
بتاعتنا. نخش الفرن نعمل شكل تاني. طيب انا هكمل لكم تصوير الحلقة تاني لانه كده التصوير عندي مش كافي. اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، مع اماني الاكل له طعم تاني.